عاملين ايه؟ اخيرا بعد 6 سنين من وجودي على السوشيال ميديا كصانعه محتوى قدرت اخد اسبوع اجازه من اي تركيز واهتمام بصناعه المحتوى. وانا عامله كده عن قصد لان فعلا كنت محتاجه اعمل كده. وصلت لمرحله متطوره من القلق والضغط النفسي ومشاكل في النوم، وكنت فعلا محتاجه افصل ارمم نفسي نفسيا كده. كل صناع المحتوى تقريبا بيخافوا جدا من حته البريك لمده طويله كذا يوم ورا بعض، لان ده ممكن بيقلل الريتش بتاع المحتوى بتاعهم. ولكن توصلت ان فعلا صحتي النفسيه وسلامتي اهم من اي حاجه تانية. صدقني، انت كمتابع او صانع محتوى، تواصلك او استمرارك على السوشيال ميديا بدون توقف طول وقتك صدقني هيأذيك نفسيا جدا جدا جدا. فلازم من وقت للتاني نعمل ديتوكس كده لنفسنا. سواء بقى انت متابع او صانع محتوى، ابعد خالص عن السوشيال ميديا كام يوم وافصل، هتلاقي نفسك نفسيا احسن بكتير. سعيده ان انا الحمد لله قدرت اخد القرار ده وانا بكامل ارادتي. يعني الحمد لله ما كنتش عيانه، ما كنتش مش قادره اعمل المحتوى، لا انا كنت نفسيا محتاجه افصل تماما عن اي سوشيال ميديا عشان اتحسن. وفعلا الموضوع فرق معايا جدا والحمد لله. كان بريك فعلا اداني دفعه لقدام. وزي يا جماعه ما بنعرف نعمل اوفرلود على نفسنا ونهلك نفسنا بكميه مسؤوليات وحاجات وطموحات وحاجات كتير ورانا، زي ما بنعرف نعمل كده كويس وبنيجي على نفسنا كتير، لازم برضو نتعلم ان احنا ازاي نفصل وازاي ندي مخنا ونفسيتنا بريك عشان تقدر تحافظ على سلامتك العقليه والنفسيه بجد. لان فعلا الواحد بيكتشف ان السوشيال ميديا ليها تاثير ادماني بجد. بتحس ان انت مش عارف تعدي يوم على بعضه من غير ما تدخل، سواء انت متابع او صانع محتوى. فنصيحتي، العيد قرب، اعملوا ديتوكس يا جماعه، خدوا بريك شويه من السوشيال ميديا. كل سنه وانتم طيبين.